كاميرا مراقبة صورت كل حاجة. بنت ماشية في شارع واضح الساعة 9 بالليل، عدت من قدام الكشك لكن ما عدتش من بعده، كأنها دخلت شارع ما كانش موجود أصلا. البنت دي اسمها إيمان، عندها 22 سنة، من منطقة المعادي في القاهرة. طالبة جامعية، معروف إنها ملتزمة، شخصيتها هادية، ساكنة مع أهلها. يوم السبت نزلت من بيتها علشان تروح لصاحبتها في شارع قريب. قالت لمامتها إنها مش هتتأخر، خرجت وما رجعتش. أهلها بلغوا الشرطة بعد 3 ساعات لما تليفونها اتقفل، مفيش رد. الشرطة بدأت تشوف كاميرات الشارع، كان في 4 كاميرات ماسكة الطريق اللي مشيت فيه. النتيجة كانت غريبة جدا. الكاميرا الأولى إيمان بتعدي عادي، الكاميرا التانية ماشية بشكل طبيعي، الكاميرا التالتة ظهرت قدام الكشك واقفة لحظة كأنها بتبص يمين، وبعدها الكاميرا الرابعة مفيش إيمان. لكن ما كملتش الطريق، ما دخلتش بيت، ما رجعتش، وما قعدتش كمان، كأنها اتمسحت من الشارع. الشهادة الوحيدة راجل عجوز صاحب الكشك اللي كانت واقفة جنبه، قال كلام غريب: أنا شفتها فعلا واقفة قدام الكشك كأنها محتارة تدخل شارع جانبي ولا تكمل، وبعدين بصيت لي وبعدين مشيت، بس مشياك غريب، كأنها ماشية بس رجليها مش بتلمس الأرض، كأنها بتطير في الهوا. ولما الشرطة سألوه تاني قال: أنا مش متأكد إذا كانت ماشية فعلا ولا اختفت من عيني فجأة. بعد 48 ساعة من اختفائها موبايلها اشتغل تاني، بس دقيقة واحدة. المكان اللي ظهرت فيه المدافن القديمة في البساتين. الموبايل اتقفل بعدها ومفتحش تاني. بعدها بأسبوع حد من الأهالي لقى ورقة متعلقة في عمود نور في شارع فاضي، مكتوب فيه بخط واضح: أنا مش لوحدي، وده مش أول مرة حد يختفي هنا. لحد النهاردة إيمان مختفية، لا جسد، لا أثر، لا مكالمة، لا شاهد تاني. وأكتر حاجة مرعبة، الكاميرات شافتها وبعدين ما شافتهاش، ولا عربية وقفت، ولا باب اتفتح، ولا حتى صوت حصل.